لو في شخص مزعلك ومخليك تكره حياتك كل ما بتشوفه، يفضل مثلا يتريق عليك، يفضل يقلل من قيمتك ويخليك ان انت حاسس مش عارف ترد عليه، انت ممكن تعاقبه عقاب نفسي قاسي جدا هيخليه يعرف ان الله حق. بمنتهى البساطه كده، تخيل بمنتهى البساطه، ما تبصلهوش. حقيقه ما تبصلهوش. في علم النفس تمام، وفي لغة الجسد، احنا لما بنبص على شخص بيبقى فيه اي كونتاكت، اللي هو بنبص لشخص بيبص لنا مهما كنا مختلفين عن بعض، فده معناه ان في اتصال ما بيننا. انا مستعد اسمعك، انت مستعد تسمعني. ولكن كون شخص قاعد في وسط مجموعة مثلا من صحاب وهو قاعد وسطهم ببص لكل الصحاب وهو لا، ده بيخليه يحس احساس من الدونية صعب جدا وقاسي. بصوا، عقاب نفسي فعلا. هو لو جربه وداقه هيحس ان هو ممكن يولع في نفسه. احساس قاسي جدا ان مفيش حد، ان هو الشخص ده ما فيش، يعني مش شايفه. انت تقدر تخليه شفاف. فانت لو في حد انت متضايق منه بيديك كلام جارح، انت مش عارف حتى ترد عليه او عارف ترد عليه، بس كل ما بترد عليه كل ما هو بطريقه ذكيه بيدخلك في مشاكل اكتر، بمنتهى البساطه ما تبصلهوش. وتعمد انك تكون بتتكلم مع كل الناس اللي موجوده حواليه وهو لا، تبص لكل الناس اللي حواليه وهو لا. حتى وهو بيكلمك امسك الموبايل وكأنك سامعه، وبتاع، بص لواحد صاحبك تاني وهو بيتكلم، اوعى تخلي عينك تيجي في عينه، وشوف ساعتها هو ازاي هيتربى. عشان الموضوع ده مش سهل يعني. لايك وفولو اكسبلور، ولو عايزين حاجات شبه كده يعني عرفوني.